السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود أحمد، سلسلة الدروس الخاصة بلغة برمجة بايثون 3. الجزء ده بنتكلم عن جي اي باستخدام مكتبة باي كيو تي. بنتكلم في الدروس دي عن الستايلينج. الدرس اللي فات شفنا السي اس اس وازاي بنكتب التاجز بتاعته. تعالى النهارده نكريت ويدجت ونشوف ازاي نقدر نحمل ستايلز من على الانترنت، ونشوف ازاي نقدر نجيب الكولرز، الارقام بتاع الكولرز اللي هي الهكساديسمال على الانترنت، ونجيب ستايلز ونطبقها على الكنترولز بتاعتي. تمام. انا عملت ويدجت هنا. تعالى نشد بوتون ونعمل بوتون ده. تمام. تعالى كده نفتح انترنت. لو انت عايز تجيب الكولرز هتكتب HTML colors hexadecimal عشان يجيب لك القيم الهكساديسمال، وهتفتح ده اللي هو بتاع الدبليو 3 سكولز. طبعا لو اي حد شغال ويبقى عارف دبليو 3 سكولز اقوى موقع تذاكر من عليه هو ده. تفتح هتلاقي هنا جايب لك بيتكلم عن الكولرز الالوان، وجايب لك الار جي بي كولرز، وجايب لك هنا الهكساديسمال كولر. هتلاقي عندك هنا شوف قائمه الوان كبيره جدا، وكل واحد والقيمه بتاعته اللي هي دي. مجرد انك تاخد القيمه دي وتكتبها عندك في السي اس اس هتلاقي اللون ده ظاهر عندك. تمام، زي ما احنا هنشوف دلوقتي. طيب تعالى كده كليك يمين تشينج ستايل شيت. تعالى نكتب كيو بوش بوتون، حط القوسين. تعالى نعطيله باك جراوند كولر. تمام، نقطتين. بعد كده شباك، وتعالى ناخد اي قيمة من دول. هي مكتوبة هنا بالشباك اهي، كوبي، خليك فاكر القيمة. تمام، وضغط سيمي كولوم. اوكي، شايف اللون ده؟ يعني لاحظ حاجة كده معايا، انا جايب الفورم الجديد خالص اهو، نفس درجة اللون اللي احنا مختارينه. تمام، انت بنفس الطريقة تقدر تجيب اي لون انت عاوزه. لو جبنا هنا تشينج ستايل شيت. تمام، تعالى نختار اللون اللي تحت ده. هنمسح القيمة دي ونكتب ايه 0522 دي. ده اللون اللي هو ده البن ده. اوكي، شايف بقى بني. دي كانت فكرة ان انت تجيب الكولرز من على الانترنت. طبعا الموقع ده انا هحط لك تحت اللينك عشان لو انت عاوز انك تتفرج عليه وتجيب منه الالوان اللي انت عاوزها. هو مليان الوان الدنيا، تقدر تجيب عليه اللي انت عاوزه. تمام. في الكولر بيكر الفكره ان انت هنا بتختار اللون اللي انت عاوزه. انت عاوز ازرق، احمر، اي لون بيجي لك هنا. تقدر تتحكم انت في الدرجه بتاعته كده. في الاخر تجيب القيمه دي وتحطها عندك في البرنامج وبتشتغل معاك. يبقى دي كانت فكره ازاي انت تتعامل مع الكولرز في البرنامج بتاعك وتطبقها على البوتون اللي عندك. تمام، ده كان اول حاجه هنتكلم عنها. تعال نجيب بوش بوتون تاني. عايزين نطبق ستايل عليه سي اس اس. في اكتر من طريقه. انت ممكن تدخل هنا جوجل ايميجز، تفتح جوجل وتجيب جوجل ايميجز وتختار سي اس اس بوتون ستايل، وتنزل هنا هتلاقي اشكال لبوتونز كتيره جدا. تدخل على اي واحد فيهم وتجيب السي اس اس كود بتاعه وتكتبه عادي. تمام، مع تغييرات بسيطه. وطبعا الفكره دي كويسه، بس بعض الحاجات دي ما بتبقاش سي اس اس بس، بتبقى سي اس اس في جي كويري في اتش ام ال، تلاقي حاجات كتيره، فما بيعطيكش نفس الشكل اللي انت شايفه هنا في الموقع. فطبعا في طرق احسن من هنا في السي اس اس بوتون جنريتور. هتكتب في جوجل سي اس اس بوتون جنريتور، هيجيب لك اكتر من موقع تقدر من خلاله تكريت بوتون زي ما انت عاوز. تعال نفتح واحد، ده مثال فيهم، ده بوتون انا عامله، وده موقع تاني وده بوتون انا عامله. تعال نجرب الستايلين. اول ما انت تفتح الويب سايت اهو، تعال نعمل ريفرش. هيفتح معاك، هتلاقي البوتون شكله كده. تعال تغير الحجم كبره شويه، ونغير البوردر الحواف بتاعته. ايوه شايف كده شكله مستطيل، كده شكله قالب لداير. هنا الشكل ده. تمام. طبعا لو لاحظت لما مجرد الماوس يروح هناك يقف عليه، ده اسمه هافر، زي ما احنا هنشوف بعد كده ان شاء الله في الدرس الجاي. طيب تعالى نشوف توب جريدينت كولر. تقدر هنا تتحكم في اللون زي ما انت عاوز، تقف وتحرك كده. تمام، نختار هنا كده، حدد اللون اللي انت عاوزه،
نقف لحظة عشان الأذان. هتحكم انت هنا في الألوان زي ما انت عاوز، وبعد كده تجيب الهوفر باك جراوند وكده. الهوفر اللي هو لما الماوس يروح فوق البطن اللون هيبقى ازاي. تعالى نغيره خالص، فاهم، نخليها زي كده. ونجيب هنا التكست كولر، اللون بتاع التكست هيبقى ازاي، تختار هنا اللون اللي انت عاوزه. ولما انت تقف بالماوس اللون هيبقى عامل ازاي. والاكتف باك جراوند، الباك جراوند بتاع البطن هتبقى ازاي لما انت تضغط عليه. وطبعا دي الالوان اللي انا اخترتها اللي هي دلوقتي ظهرت. عاوز تقوم ضغط هنا، قام ظاهر لك كود السي اس اس اللي انت كتبته. تقوم واقف هنا بالماوس ضغطه وكنترول ايه، بلاش كنترول ايه، بس بلاش كنترول ايه لانها بتعمل مشاكل. تعال هنا من الاول حدد، انزل بقى لتحت لحد الاخر خالص، خد ده كله كده كوبي. تمام. افتح التصميم بتاعنا البطن ده، كليك يمين change style sheet، تعالى كده حط دول. تمام. اضغط كده اوكي، مفيش اي حاجه ظهرت. طب ليه مفيش حاجه ظهرت؟ لان انا مش قايل له ان دول بتوع الكيوب مش بطن. شيل الاسم ده، هو حاطط نسمي الحاجه اللي هو هيطبق عليها السي اس اس ده بطن. لا، انا عاوز اقول له ان ده كيو بوش بطن. وزي ما قلت لك خد بالك الحروف كابيتال في كيو مش بطن. الكيو كابيتال، البي كابيتال، والبي كابيتال. تنزل هنا بقول لك البي تي ان دوت هافر، لا خليها كيو بوش بطن. تمام. وبعد كده دي برضو كيو بوش بطن. ركز معايا، الهافر هنا معناه لما الماوس يروح فوق البطن ايه اللي يحصل، والاكتف معناه لما انا اضغط على البطن ايه اللي يحصل. اضغط كده ابلاي، البطن اتغير اهو. اوكي، بدل البطن بتاعنا كنترول ار من رحت المفاتيح ده البطن. تروح كده بالماوس اللون اتغير بقى موف، تروح بقى موف. شايف اللون بقى البطن عندك شكله دايره كده من الحروف ازاي، عكس ده تروح تلاقي لونه اتغير. تمام. طبعا لو انت عملت كده، تعالى كده لحظه، هتلاقي الشكل الى حد ما قريب من ده. ما بقاش شكله بالظبط قوي لان طبعا ده معمول للويب سايتس، لكن هتلاقي الشكل الى حد ما كويس. طيب تعالى نشوف ديزاين تاني. طبعا اللينكات دي هحطها تحت الفيديو. ده ويب سايت تاني، تعالى نشوف. ده بطن عادي. تعالى نعمل ريفرش الاول علشان خاطر نجيب شكل الويب سايت اول ما انت بتفتحه. طبعا ان شاء الله في تحت الفيديو هتلاقي اللينك ده اللي هو بتاع الكولرز دي، واللينك بتاع البيكر بتاع الكولرز ده، وهحط لك لينكين دول، ده وده. تمام، عشان تقدر تفتح اللي انت عاوزه. اول ما تفتح هتلاقي البوتون بتاعك شكله كده مكتوب عليه كليك مي. عاوز تغيرها والله تقول لوجن مثلا، هتلاقيها كده. الفونت بتاعك ايه، تختار مثلا فونت. الكولر عاوز اللون بتاعه ايه، اختار انت اي لون انت عاوزه. لون الفونت ذات نفسه اللي هيظهر اللي مكتوب بكلمه لوجن. الفونت سايز تعال نكبر شويه. التكست شادو عاوز تحط زي ظل لكلمه لوجن، فبتختار انت هنا وشايف كلمه لوجن تحس ان في حواليها حاجه هاله بلون رصاصي كده بتظهر. ده الرصاص ده اللي هو اللون ده. تمام، ده كده الفونت والتكست. تعالى نروح للبوكس. عاوز تحط للبوكس ده ظل، شايف اللي هو بيتحرك، اللي هو اتحرك هنا ده تعمل. طب مكانه هيكون فين؟ واي تنزله تحت شويه كده مثلا. طب البلور هيعمل زوم شويه كده. تمام. تجيب البادنج توب تكبره من اي مكان انت عاوزه، شايف، تتحكم هنا في الحاجه. طيب اس ايه تاني ممكن نتحكم فيه؟ تحت شويه كده تلاقي البوردر انت عاوزه يكون ايه، شايف دايري قوي ومربع، تتحكم انت فيه زي ما انت عاوز. البوردر تتحكم في اللون بتاعه، انت فاهم، شايف اللون احمر ازاي. طبعا انا مش هحط لون. باك جراوند عاوز تغير لون الباك جراوند، تخليها مثلا كده مثلا. الهوفر عاوز لما انا اقف بالماوس عليه اللي هيحصل، شايف هو كده. خلينا نسيبه زي ما هو.
بعد ما انت ما تخلص انزل تحت سكرول، هتلاقي هو ده الكود اللي هو كاتبه. خد الكود ده بس كده، اعمل له كوبي، افتح الكود ديزاينر. تعالى نجيب كمان كنترول معانا تاني هنا، كمان بطن اهو. تعالى تشينج ستايل شيت، اعمل بيست، ننزل الكود بتاعنا. لاحظ حاجه في الستايل شيت هنا، لو في اي مشكله في الكود، يعني مثلا لو انت مسحت دي كده، هو دلوقتي الخصائص دي مش متحدده الكنترول، يجي لك هنا انفاليد ستايل شيت. طبعا الكود بتبقى مش انيبل او الابلاي بتبقى مش انيبل، فلازم يكون هو ستايل شيت صحيح. كيو بوش بutton قال لك invalid style sheet، وتيجي هنا تقول كيو بوش button. تمام، تعمل ابلاي. اوكي، تعالى نكبره شويه عشان كلمه بوش بutton تظهر. هو ده كنترول ار من لوحه المفاتيح ظهر لك. شايف؟ مجرد انك تروح اللون يتغير، تروح اللون يتغير. تمام، ده كان مثال النهارده، شفنا فيه ازاي بنتعامل مع السي ستايلز ونقدر نحملها من على الانترنت. زي ما قلت في الفيديو ان انا كل الالوانز دي هحطها، كل اللينكس دي هحطها لك تحت الفيديو ان شاء الله، تقدر نتحكم فيهم زي ما انت عاوز. زي ما انا طبقت على البوتون، تقدر انت تطبق من هنا في الجوجل ايمجز، تكتب مثلا عاوز تعمل ليبل، عاوز تعمل اي حاجه تقدر انت تكتبها هنا. انا هحاول اسهل عليك الموضوع شويه زي ما قلت، وكل كنترول ان شاء الله هشرحه من هنا. ليبل، بروجرس بار، دايل، اي حاجه هوري لك اشكال لها الستايل شيت، ولو برضه في وقت اشرح لك ازاي تقدر تحمل لها ستايل شيت من على الانترنت. ولو في حاجه لينك قابلني مثلا عجبني فيه ستايل شيتس كويسه، هحطه لك تحت الفيديوهات ان شاء الله. هقول لك ان انا حطيت فيديو كده. الدرس النهارده بيكون خلص، ان شاء الله الدرس الجاي هنقدر ان نشوف نتعامل مع شويه حاجات ناقصه في الستايل شيت، وبعد الدرس اللي بعده هنشوف ازاي نعمل فايل واحد نكتبه CSS ونطبقه على البروجكت بتاعنا كامل قبل ما نبدا ننتقل للكنترولز دي. ان شاء الله في الدروس الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.